عمرك سألت نفسك السؤال ده قبل كده؟ يعني ليه الدولة ببساطة ما تطبعش شوية فلوس كتير كده وتوزعها على الناس؟ ليه الحكومة مش بتطبع مليارات وتسد ديونها وتخلينا نعيش مرتاحين؟ هو مش الحل واضح؟ نطبع فلوس أكتر ونخلص. بس الحقيقة إن الفكرة دي رغم إنها شكلها بسيطة جدا إلا إنها من أخطر الحاجات اللي ممكن تحصل لأي بلد، وممكن تدمر الاقتصاد كله في أيام قليلة. طب ليه؟ خلينا أقولك الموضوع من أوله ببساطة. الفلوس اللي في ايدينا دي يا سيدي مش مجرد ورق ملون عليه ارقام، لأ، هي في الحقيقة وسيلة تبادل. يعني احنا بنستخدمها عشان نبدل بيها السلع والخدمات. بمعنى ان الفلوس مش هي القيمة، الفلوس بتمثل القيمة. يعني لو عندك 100 جنيه فده معناه انك تقدر تشتري بيها حاجة قيمتها تساوي ال 100 جنيه دي، زي اكل او لبس او اي منتج. لكن القيمة الحقيقية مش في الورق نفسه، القيمة في اللي تقدر تشتريه بيه. تخيل كده لو الدولة قالت خلاص هنطبع فلوس لكل الناس، وقعدت المطابع تشتغل ليل ونهار وكل بيت بقى فيه ملايين. فاكر ايه اللي هيحصل؟ هتقول الناس هتبقى مبسوطة وهتشتري اللي نفسها فيه، صح؟ بس تعال نشوفها بالعقل. لما كل الناس معاها فلوس كتير الكل هيجري يشتري نفس الحاجات، أكل ولبس وعربيات وشقق. بس المصيبة إن عدد السلع دي هو ما زادش. يعني في ملايين الناس عايزة تشتري نفس الكمية المحدودة من البضاعة، وساعتها البائع هيعمل إيه؟ أكيد هيزود السعر، ولما الأسعار تعلى الفلوس اللي معاك تفقد قيمتها بسرعة جدا. وده اللي بنسميه التضخم. التضخم يعني إن الأسعار بتغلى والفلوس قيمتها بتنزل. يعني النهاردة 100 جنيه تجيب لك أكلة كويسة، بعد كام شهر نفس ال 100 جنيه مش هتجيب غير عيش ومية. ولو الموضوع كمل الناس هتكتشف إن حتى لو معاهم ملايين مش عارفين يشتروا بيها حاجة لأن الأسعار ولعت. في دول جربت تعمل كده فعلا، زي مثلا زيمبابوي في أفريقيا. لما قررت الحكومة تطبع فلوس كتير جدا عشان تسد ديونها، وصل الأمر إن سعر الرغيف بقى بمليارات من عملتهم. تخيل إن الناس كانت بتروح تشتري حاجة بسيطة بشنطة فلوس حرفيا، وفي الآخر الورق نفسه بقى ملوش أي قيمة. وبرضه حصل نفس الكلام في ألمانيا زمان بعد الحرب العالمية الأولى. البلد كانت مديونة ومفيش إنتاج كفاية، فقالوا نطبع فلوس ونحل المشكلة. بس النتيجة إن العملة وقعت تماما، والناس بدأت تبيع الذهب والمجوهرات عشان تشتري أكل. يعني بدل ما الناس تبقى غنية الفقر زاد أكتر. اللي بيحصل ببساطة إن الفلوس لما تبقى كتير في السوق قيمتها بتقل، لأن العرض منها بيزيد جدا والطلب عليها بيقل. زي أي حاجة في الدنيا لما تبقى كتير سعرها بينزل. ولو الدولة فضلت تطبع من غير إنتاج حقيقي بيحصل انهيار اقتصادي كامل. طيب إيه الحل؟ ليه الدول مش بتطبع الفلوس وخلاص؟ علشان الفلوس لازم تبقى في توازن مع كمية الإنتاج والخدمات في البلد. يعني لازم يكون في قيمة حقيقية ورا كل ورقة نقدية مطبوعة. زمان كان في حاجة اسمها غطاء ذهبي، يعني كل عملة ورق ليها مقابل ذهب محفوظ في البنك المركزي. لكن دلوقتي الموضوع اتطور وبقى يعتمد على الإنتاج والثقة في الاقتصاد. يعني الدولة لما بتطبع فلوس لازم يكون عندها إنتاج قوي، مصانع شغالة وصادرات وموارد، عشان الفلوس دي تبقى وراها حاجة حقيقية. إنما لو طبعت كده من غير سبب هتبقى بتطبع الورق من غير ما تزود القيمة، وساعتها كل الناس هتخسر. تقدر تتخيل كده إن الاقتصاد زي عجلة ماشية بتوازن دقيق، الفلوس فيها لازم تمشي على قد السلع والخدمات. لو زودنا الفلوس أكتر من السلع الأسعار تولع، ولو قللنا الفلوس الناس ما تعرفش تشتري، السوق يكسل. يعني لازم دايما الدولة تمشي بخط دقيق جدا بين الاتنين. خلينا اديك مثال بسيط. لو في قرية صغيرة فيها 100 شخص وكل واحد معاهم 1000 جنيه وسلعهم تكفيهم تمام، وبعدين فجأة الحكومة وزعت لكل واحد كمان 1000 جنيه من غير ما تزود الإنتاج، هيحصل إيه؟ كل الناس هتجري تشتري أكتر والأسعار هتعلى فوراً، وساعتها اللي كان معاه 2000 هيكتشف إنهم ما يساووش نص اللي كانوا يسووه قبل كده. يعني الناس شكلها بقت أغنى لكن في الحقيقة فقرت أكتر. ده غير إن طبع الفلوس الكتير بتأثر على قيمة العملة قدام الدول التانية. لما المستثمرين يشوفوا إن الدولة بتطبع فلوس من غير إنتاج يفقدوا الثقة في عملتها، وساعتها العملة تقع في السوق العالمي، وده يخلي الاستيراد أغلى والدين الخارجي يزيد والأسعار تعلى تاني. يعني باختصار طبع الفلوس مش طريق للغنى، دي طريق سريع للانهيار. الفلوس قيمتها جاية من الثقة والإنتاج مش من عدد الورق اللي في السوق.